بصوا ايدي من المركز المحترم اللي انتوا بتعزوه، اخويا. بتقولوا ليه اخوك عامل ايه؟ يقول لكم عامل محشي. هي دي الاسكندريه؟ القاهره. نذاكر المنهج كله اصلا مناسبة المنبه، عشان اول ما الساعة تيجي 6:30 البدل بتاعي صم. الساعة 6:30 أيضا. كل جزء من جزء تقرأ موقفة في نسبة قراءة تعدادات السكان. تقدم سنة قدام دولة تعداد السكان ومنها تعداد سكانهم 1882. 16 مليون لازم تعداد 16 مليون. لا سكان وسكان الصراحة ضعف السكان مصر حوالي 14 ضعفا. تنزل في منطقة السياسية كان 14 مليون من حسب السكان. نسبة من مصر سكان في مصر زيادة الطبيعية والهجرة. هجرة داخلية وهجرة خارجية. الهجرة الخارجية التنقل بين مصر ودول العالم. الهجرة الداخلية التنقل بين محافظات العالم. محافظات التنقل بين محافظات المختلفة. الزيادة الطبيعية الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات في فترة زمنية معينة. لاحظ في مصر مؤخرا انخفاض عدد المواليد بسبب زيادة وعي الشباب بضرورة تنظيم الأسرة، زيادة التقدم الطبي. لا ولحد من زيادة الزواج المبكر، التقدم الطبي والعسر. دي الهجرة العالمية مش مفهوم كويس. أسباب الهجرة: البحث عن فرص عمل أفضل، تحسين مستوى المعيشة، ومن أجل التعلم. زيادة نتائج الهجرة الداخلية: زيادة الكثافة السكانية في المناطق المستقبلية للسكان وبالتالي زيادة الضغط على الخدمات وظهور عشوائيات. الكثافة السكانية: النسبة بين عدد النسبة بين كانت ايه الفرق بين عدد المواليد، لا عدد السكان ومساحة الأرض التي يعيشون عليها. النسبة بين عدد السكان ومساحة الأرض التي يعيشون عليها. اوكي. أسباب الهجرة: البحث عن فرص عمل أفضل، تحسين مستوى المعيشة، ومن أجل التعلم. نتائج الهجرة الداخلية: زيادة الكثافة السكانية في المناطق المستقبلة للسكان وبالتالي زيادة الضغط على الخدمات وظهور عشوائيات. يوجد في مصر محافظات جاذبة للسكان منها القاهرة والإسكندرية حيث يهاجر إليهما السكان من معظم المحافظات. الكثافة السكانية: نسبة بين عدد السكان ومساحة الأرض التي يعيشون عليها. العوامل المؤثرة في توزيع السكان في مصر: محافظة الوادي والدلتا ومناطق يزداد بها تركز السكان. ليه؟ بسبب توفر المياه العذبة وسواد السطح، وتوفر التربة الخصبة، وعوامل البشرية: توفر الخدمات وسهولة المواصلات، وزيادة الكثافة السكانية. محافظة الحدود الصحراوية ومناطق يقل بها تركز السكان لأندية المياه وعدم استهداء. تاني محافظة الوادي والدلتا. أنا محافظة الوادي والدلتا ليه بتركز بها السكان؟ بسبب توفر المياه العذبة واستواء السطح وتوافر التربة الخصبة. ثم محافظة الحدود الصحراوية مناطق يقل بها تركز السكان بسبب ندرة المياه العذبة وعدم استواء السطح. صح. وعوامل بشرية في محافظة الوادي والدلتا: توفر الخدمات. اهي دي بس اللي فاكراها. او صورة المواصلات. ماشي.
توفر الخدمات وسهولة المواصلات، عوامل بشرية، نقص الخدمات وعدم سهولة المواصلات، مما أدى إلى زيادة الكثافة السكانية وكالة الكثافة السكانية. تعمل الدولة على تقليل الكثافة السكانية المرتفعة في الوادي والدلتا حيث تقوم بإنشاء مدن جديدة واصطلاح الصحراء وتوفير الخدمات في مناطق الحدود الصحراوية لعدم الكثافة السكانية في المناطق المستقبلة للسكان. الحمد لله الدرس سهل بالنسبة لي. أول درس الهرم السكاني هو رسم بياني يوضح توزيع السكان من حيث النوع والعمر. تمام. إناث كبار السن 65 عام فأكتر. سن العمل من أول 15 لحد 64. والصغار السن من أول 0 لحد 14. صغار السن دول بيكونوا في قاعدة الهرم، وسن العمل بيكونوا في منتصف الهرم، وكبار السن بيكونوا في قاعدة الهرم، قمة الهرم. ما هو takut deh lu kita ambil ini mulai kau beli terus meninggal. Oke, خلاص كده خلصنا مصحة. التركيب العمري، تصنيف السكان حسب الفئات العمرية. فئة سن العمل 65 عام 65 عام فأكثر، فأكثر نسبتهم حوالي 5.4 من إجمالي عدد السكان، وهي فئة غير منتجة وتحتاج إلى رعاية. فئة سن العمل هي فئة منتجة. فئة صغار السن هي فئة غير منتجة. التركيب النوعي، تصنيف السكان حسب النوع، حسب نوعهم. النوع الذكور والإناث. إحصائيات الإناث توجد باللون الوردي في النصف الأيمن من هرم السكان، تبلغ نسبتهم حوالي 49.4%. إحصائيات الذكور توجد باللون الأزرق في النصف الأيسر من الهرم السكاني. هرم ذو قاعدة ضيقة بسبب انخفاض عدد المواليد. هرم ذو قاعدة عريضة بسبب زيادة عدد المواليد. اتسم الهرم السكاني ليناسب بالقاعدة العريقة بسبب زيادة عدد المواليد. خلصنا الدرس. ثالث درس. اوكي. المشكلة السكانية، زيادة عدد السكان بنسبة أكبر من الموارد والخدمات المتاحة. المشكلة السكانية زيادة عدد السكان بنسبة أكبر من الموارد والخدمات المتاحة. طب إيه هي أسباب زيادة السكانية؟ تفضيل الذكور عن الإناث، تحسن الرعاية الصحية، الزواج المبكر، وكثرة الأنجاب خاصة في الريف. أوكي. تفضيل الذكور عن الإناث لما تفسر أدى ذلك إلى استمرار بعض الأسر في الإنجاب حتى تنجب ذكر. وتحسن الرعاية الصحية أدى إلى تراجع معدل الوفيات أطفال الرضع وزيادة متوسط عمر الطفل. الزواج المبكر وكثرة الإنجاب خاصة في الريف. سهل الدرس. نتائج زيادة السكانية، زيادة استهلاك الموارد المائية والغذائية بإذن الله. مش هقول ايه هي مواجهة المشكلة السكانية. ايه هي مواجهة المشكلة السكانية؟